القلم الاوريجينال الجديد من ديل هيكون هديه مع النسخه الكور اي 5 الجيل ال 12 رامات 8 وهارد 512. طبعا مش محتاج اكلمك، زي ما هدفنا دايما نخلي لك التجربه مختلفه ومميزه، فما ينفعش كان جهاز ديل اكس بي اس الافضل والاحسن ان هو ما يكونش معاه قلم اوريجينال ديل. قلم زي ما انت شايف جديد، زي ما الجهاز هيبقى جديد لازم القلم برضو نفس الكلام جديد. بس خليني كده سريعا استعرض معاك الجهاز واقول لك على اوفر، فخليك معانا لحد اخر الفيديو لان عندنا حاجه مهمه قوي المره دي. طبعا زي ما انت شايف مش هطول عليك المره دي، انت شفت الجهاز ده قبل كده، بس ما انت شايف الجهاز جاي بحاله يعني روعه. الجهاز جاي بنفس الباك بتاعه كل تفاصيله وكل حاجته. طبعا اللون ده مميز جدا اللي هو النيفي ده، يعني لون خطير جدا وبالذات في الاضاءه. مش عارف ممكن يبقى باين معانا ولا لا، بس مجرد ما هتفتح كده الجهاز تشيل الباكج ده كده، تعمل الستاند بتاع الجهاز بالوضع اللي انت عايزه بالدرجه اللي انت عايزها، خليت الجهاز كده. فايه رايك لو نكمل التجربه ويكون في قلم زي ده كده، بحيث ان انت تفتح القلم باكج ده القلم موجود. طبعا يعني هنيجي لكل التفاصيل بتاعته، بس هو يعني بيجي معاه الورق والحاجات دي كلها، ويجي معاه طبعا سنون كل اللي انت تبقى محتاجه. فحتى كمان القلم تقدر تشغله بلوتوث، وحتى الهاردوير بلوتوث موجود. بس انا يهمني في كل ده الحركه دي، قلم ماجنتيك زي ما انت شايف. خلاص لو انت حبيت مثلا تفك الجهاز من الكيبورد، فطبعا زي ما انت شايف جهاز ماجنتيك، جهاز روعه تحفه، يعني من افضل اصدارات الاكس بي اس. اتعملت اكس بي اس 9 315 تابلت مميز جدا. طبعا لو جيت هنا هتاخد بالك ان الكاميرا مميزه جدا مع الشريط الخاص بالانتنه بتاعت الواي فاي. بس الكاميرا على قد ما هي كبيره، تعالى كده اديك كده تجربه الكاميرا بتاعته اوريك قد ايه هي مميزه. بس نخلع بس كده الجهاز من الكيبورد. طبعا انت لو شلت طبعا الجهاز طبعا فانت عايز تستخدمه كتابلت، فانت عندك الكيبورد اوتوماتيك، مجرد اي مكان فيه تكست هتقدر تلاقي ان انت تقدر تطلع لك الكيبورد بوب اب بالشكل ده. كمان تجربه الكاميرا هنا مميزه. احنا ممكن بعد كده نصور لكم فيديو بيه، يعني انا مش عارف باينه ولا لا، بس تقريبا دي احلى كاميرا تابلت او كاميرا لاب عامه تستخدمها في زوم ميتنج. هو جهاز معمول لحاجه زي كده، معمول للزوم ميتنج، معمول لكل الاستخدامات اللي انت ممكن تدور عليها. فالكاميرا بتاعته مميزه جدا. تعالى كمان للكاميرا فيا تحفه، يعني حتى كمان احنا بنصور المكان يعتبر مظلم معتمدين على اضاءه الشمس، رغم كده الالوان بتاعتها مميزه جدا. فانت بتتكلم على تجربه كاميرا ما اعتقدش ان في منافس ليها تاني. طبعا زي انت ما شايف السمك والتفاصيل بتاعته كلها، حتى الفينجر برينت اللي موجوده في زرار الباور. مش هكلمك طبعا على كل السنسور اللي موجوده هنا، الامبت لايت مع الهالو ويندوز، وكمان بتاع التقارب والقفل وكل الكلام ده كله. بس انا اللي عاجبني قوي هنا السمك، يعني هو دوب واخد التايب سي. الموبايل هنا سمكه اتخن من التاب، فانت بتتكلم على سمك رفيع جدا مميز. احنا عاملين اوفر حلو جدا لحد مناسبه طبعا شهر رمضان لحد اخر رمضان، وهي الكميه للاسف مش كبيره. القلم الاوريجينال الجديد من ديل هيكون هديه مع النسخه الكور اي 5 الجيل ال 12 رامات 8 وهارد 512. طبعا مش محتاج اكلمك على تفاصيل القلم والتابه وكل الكلام ده كله، بس التاتش بتاعه سلس جدا. جوده الشاشه حاجه كمان مميزه، الشاشه بتاعتها 2K. فاحنا بنتكلم على افضل اعدادات ممكن تستخدمها لجهاز لاب وتابلت 2 في 1، يسهل لك استخدامك بشكل كبير جدا. طبعا لو قربنا شويه على تفاصيل الكيبورد والملمس بتاعها من هنا القطيفه دي، حاجه شيك قوي. فانت تقدر من هنا تختار الوضع ده، او حتى كمان الزاويه دي، بحيث ان هو يديك كل الاوبشن، بحيث زوايا الرؤيه كلها بالنسبه لك تكون واضحه ومميزه. خلاص مش محتاج الجهاز، تقفله من هنا كده، معاك الكيبورد يتقفل كده، اصبح تابلت بالشكل ده. طبعا وزن خفيف جدا، اقل من كيلو تقريبا اعتقد، يعني ممكن ما يجيبش كمان الكيلو. السماعات طبعا مميزه، كل التفاصيل بتاعته والالومنيوم والمعدن. طبعا كل ده واكتر، افضل اجهزه ال2 ان 1 التاتشبل موجوده في منتج ستور 36 نص ميل وقاد ارض الجولف مدينه نصر.